السلام عليكم. آخر الشهر والميزانية كلنا عارفين واقعة مننا، يبقى الحل ايه؟ هنجيب كيلو دقيق وشوية مية ويا دوبك حتة زبدة على سمنة ونعمل أحلى فطير فلاحي أو الفطير المشلتت. حاجة كده في منتهى الجمال، مورق وجميل، والطعم طبعا انتوا هتجربوا وتحكموا بنفسكم. أول حاجة معايا كيلو دقيق، والملح هناخد معلقة صغيرة منه، وثلاث كوبايات مية ممكن يزيدوا أو يقلوا، وهناخد معلقتين كبار سكر. هحط الاول ميه بالتدريج كوبايه كوبايه، انا استخدم 3 ممكن يزيدوا او يقلوا على حسب الاستخدامات. الدقيق بيكون متعدد الاغراض. هخلط المواد مع بعضها، خليها تتجانس لما الميه تختفي تماما. هنا بقى هركن المعلقه على جنب، وهستخدم ايدي هعجنها. هتقعد حوالي من 15 ل 20 دقيقه اعجنها كويس جدا. مش عايزاها لينه ومش عايزاها صلبة قوي، يعني عايزاها وسط عشان لما اجي اشدها معايا ما تتقطعش. هنا كنت عجنت الدقيق. هنسيب العجين يرتاح حوالي نص ساعة، وهنجيب كوب من السمنة على زبدة، هنحطهم على النار يا دوبك يسيحوا. عايزاهم يسيحوا ما يبقاش فيها اي كتل علشان ويدفوا برضو حاجة بسيطة. هاخد العجين بعد ما ارتاح هقسمه لقطعتين، وهاخد حتة منهم مقسمها ل3. والفطيرة الكبيرة دي انا عملتها فطيرة كبيرة، هقسمها من 8 ل10 وحدات، والتانية 5. هنا كنت كورتهم وسبتهم يرتاحوا. اهم حاجة ان احنا نسيبه يرتاح عشان نعرف نفرده كويس، لان الفرد مرحلة مهمة جدا من مراحل العمل الفطير. هفرده وهحط ايدي في السمنة والزبدة علشان تساعد ان هو يتفرد. هنا انا نسيت اعمل اول واحدة، واكن دي مش موجودة. هطبقه نفس التطبيقة دي وهي لوحدها، واحط واحدة جوه واحدة لحد ما الطبقات اللي انا عاملاها تخلص. هسيبه برضو يرتاح على الصينية حوالي نص ساعة، وهرجع بقى افردها بقى اخر مرة. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، يكون الفرن والع والشواية. هتقعد في الفرن حوالي من 10 دقايق لربع ساعة، متاخدش وقت كتير في الفرن. تابعيها طبعا، ولما تلاقيها احمرت من تحت واحمرت من فوق هنطفي كويس. وبكده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تدعموني بلايك وشير. مع السلامة.